السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس السادس من برنامج السويش ماكس. تعرفنا في الدرس السابق على طريقة إدراك صورة، إن أنا بذهب إلى قائمة Insert وبختار منها Import Image. بعد كده بحدد المكان المختص للصورة، وبعد كده بضغط على Open. ظهرت عندنا الصورة. قلنا تعرفنا كمان إن أنا إزاي نغير حجم الصورة، العرض والارتفاع، أو عن طريق مقابض الصورة. اليوم نتعرف على خاصية جديدة. أول حاجة نتعرف عليها هي إدراج زر. إدراج زر، طب إيه الفايدة منه؟ الفائدة من إدراج الزر هي التنقل بين المشاهد. وليكن أنا عندنا هنا المشهد الأول. كمان تعرفنا في الدرس السابق على طريقة إدراج مشهد Insert، وبعد كده بختار منها سين. بقى كده عندي المشهد الأول وعندي كمان المشهد الثاني. في المشهد الأول هندرج هنا الزر لكي ينقلني إلى المشهد الثاني، بس لازم يكون عندنا مجموعة من الخصائص. رقم واحد أحددها، إن أنا أعمل ستوب بلاي أت إند لإيقاف المشهد وعدم الانتقال إلى المشهد الثاني. كمان بروح من خاصية موفي بروبرتيز وبعمل ستوب بلاي أت إند لإيقاف الفيلم في نهايته. بعد كده بعمل أوكي. طيب، طريقة إدراج الزر رقم واحد، ممكن أروح من قائمة Insert واختار بوتون، أو من قائمة Insert واختار بوتون. هنا اتضاف عندي الزر، ممكن اتحكم في حجمه. دي الطريقة الأولى لإدراج الزر. في طريقة أبسط وأسهل للتعامل مع الأزرار. رقم واحد، إن أنا بروح أضيف شكل، مثلا وليكن شكل المستطيل بالشكل ده، وكمان أغير اللون بتاعه وليكن اللون المختار. بعد كده احول الشكل بتاعي ده الى زر عن طريق ان انا بختار السهم الاسود بتاع السليكشن واضغط ضغطه يمين واقول له هنا convert to button. حول لي هنا الزر بتاعي الى الشكل بتاعي الى زر. اول حاجه بحدد على اداه الاوفر ستيت، وبعد كده بحدد على اداه الداون ستيت. طب ايه الفايده منهم؟ الاوفر ستيت اللي هي المرور على الزر، والداون ستيت عند الضغط عليه. بعد كده بضغط على الزر بيفتح لي جميع الخصائص بتاعته. اول حاجه بغير لون الشيب هنا اللي هي عند الضغط عليه، اللي هو اللون الاساسي بتاعه. هنا بضغط بختار اللون. وكمان عندنا في اللون الثاني بغيره اللي هو الستيت، او اللي هو اوفر ستيت اللي عند المرور عليه. كمان عند الضغط بروح اغير وليكن اللون الاخضر او الاصفر. طيب، هنا خلاص انا كده ضفت الزر وضفت له الالوان بتاعته. تعالى نعمل تيست. عملت بلاي، هنا بدأ فعلا يتغير معايا اهوت، بتغير معايا. طيب بس هنا الزر بتاعي لسه ما نقلنيش الى المشهد الثاني. اروح عند المشهد الثاني وبرضه بنفس الطريقه اغير الخاصيه اللي هي ستوب بلاي ات اند. اما الخاصيه اللي هي الموفي بروبرتيز اللي هي ستوب بلاي ات اند، فهي ديت بتطبق على جميع المشاهد. طيب نروح او بعد كده المشهد بتاعنا للزر، اجمع الزر، وبعد كده بروح من قائمة، بروح على النافذة بتاعة السكريبت وبضغط اد سكريبت، وبعد كده بقول له موفي كنترول وبقول له جو تو اند بلاي وبقول له نيكست سين. نيكست سين هنا ضاف عندي التعليمة البرمجية بتاعتي. برجع مرة تانية للمشهد بتاعي، مجرد ان انا بعمل بلاي، لو انا رحت عند الزر ده وضغطت عليه نقلني الى المشهد الثاني اللي هو اصلا عندي فارغ. ممكن احدده ونضيف فيه شكل وليكن الدائرة بنفس الطريقة، ونحولها الى زر مرة اخرى عن طريق ان انا بختار من convert واختار convert button، واضيف الخاصية اللي هي الاوفر ستيت والداون ستيت. افتح الزر، اغير الوان الزر عند ده اللون الاساسي، وده الاوفر ستيت عند المرور عليه. كمان عند الضغط اللي هي الاوفر اللي هي الداون ستيت بنغير اهوت. برجع اجمع الزر مره تانية. انا في الخاصيه الاولى هنا كنت اخترت ايه؟ كنت اخترت النكست سين. طب هنا هنختار بريفيوس سين. نروح عند السكريبت وبعد كده اقول له اد سكريبت موفي كنترول جو تو اند بلاي، بعد كده اقول له بريفيوس سين. ضاف التعليم البرمجيه بتاعتي. ارجع للمشهد مره اخرى. نروح عند المشهد الاول، ممكن انا اضغط بلاي من هنا، او ان انا اروح من قائمة فايل اختار تيست وبعد كده اختار منها SWF. هنا ظهر لي البرنامج في برنامج الفلاش،
اضغط على الزر الاول بتاعي، مجرد ان ضغطت عليه نقلني الى المشهد الثاني. عند الضغط على الزر مرة تانية بيتغير لونه اهوت، اضغط عليه نقلني مرة تانية الى المشهد الاول. طيب انا كده خلاص عرفت ازاي طريقة اضافة الازرار. عندنا وليكن مثلا في المشهد التاني لو انا عاوز اضيف فيلم فرعي، بروح من قائمة insert واختار منها موفي كليب. اتضاف عندنا الموفي كليب اللي هو الفيلم الفرعي، والفيلم الفرعي ده ممكن اضيف فيه مجموعة من الكائنات الرسومية او الصور. ان انا بضغط على اداة الموجب اللي جنب الموفي كليب وابدأ ان انا اضيف. ممكن اضيف دائرة، ممكن اضيف على شكل مستطيل. وهنا ان البرنامج بتاعي بيحدد لك المربع النقطي الوهمي الموجود عندك ده، وده دليل على ان الكائن ده مضاف داخل موفي بروبرتيز. وبكده نكون قد انتهينا من الدرس السادس.